انواع المفاصل. في البدايه لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق جسم الانسان فيه انواع مختلفه من المفاصل، وكل نوع منها بتركيب مختلف بيساعد الجسم يعمل حركه مختلفه عن الحركه الثانيه، وده عشان الحركه نفسها تكون محدوده وفي نفس الوقت يكون في تجانس في الحركه بين المفاصل. لان لو جسمك كله نفس المفصل، تعالى مثلا نفترض ان جسمك كله بيعمل نفس الحركه اللي بيعملها مفصل الكوع، حرفيا هنتحرك زي الروبوتات. ولو مفاصل جسمك كلها زي مفصل الكتف هتبقى بتتحرك زي الحبل، بتتحرك في كل الاتجاهات. فربنا خلق انواع كتيره من المفاصل عشان يكونوا الصوره اللي احنا شايفين عليها الانسان دلوقتي. لو تفتكر في محاضره اساسيات التشريح احنا قلنا ان المفصل هو نقطه التقاء عظمتين او اكتر ببعض. فاحنا عندنا ثلاث انواع من المفاصل: الفايبرز جوينت والكارتليجينس جوينت والساينوفيال جوينت. الفايبرز جوينت او المفصل الليفي، ودي انسجه ليفيه بتربط العظم ببعض، والحركه بتاعتها يا اما محدوده جدا يا اما معدومه، زي اللي موجود بين عظم الجمجمه. تاني نوع وهو الكارتليجينس جوينت او المفاصل الغضروفيه، ودي العظام فيها بتكون متصله ببعض عن طريق الغضاريف، ودي بتسمح بحركه محدوده وبتوفر قدر كويس من الثبات، وكمان بتساعد في امتصاص الاحمال والضغط زي المفاصل الموجوده بين الفقرات. لاننا قلنا في المحاضره اللي فاتت في انواع العظام ان العمود الفقري بيحمي النخاع الشوكي، فلو الفقرات بتتحرك بشكل كبير جدا وبشكل غير منتظم ممكن يحصل تلف في النخاع الشوكي. ثالث نوع وده الاهم بالنسبه لنا في التدريب وهو السينوفيال جوينتس. معظم الحركات اللي بنعملها في الجيم او في اي رياضه او في يومنا عامه بتحصل من خلال السينوفيال جوينتس، والسينوفيال جوينتس بيتقسموا لست اشكال، ولكن احنا محتاجين نعرف منهم ثلاثه بس. اول حاجه وهو الهنج جوينت، ده بيكون شبه المفصله بتاعه الباب وبيسمح في اتجاه حركه واحد بس، زي الالبو جوينت او مفصل الكوع. لو بصيت عليه كويس هتلاقي ان هو شبه مفصله الباب، بيتحرك على مفصله في حركه فتح وقفل. مثلا مش تيجي في مره تلف الباب ده او تعمل له دوران، هو بس بيفتح وبيقفل، ودي فكره الهنج جوينت. تاني نوع هو البيفوت جوينت، وهنا الحركه الاساسيه بتكون روتيشن، يعني لف حوالين محور، زي الراديو النر جوينت. لو تفتكر في محاضره الجهاز العظمي الطرفي انا قلت لك ان في عظمه اسمها ريديوس وعظمه اسمها النا، وقلت ان الريديوس بتلف حوالين الالنا، فحركه الروتيشن او اللف او الدوران بتاعها ده بيفوت جوينت. تالت نوع هو البول اند سوكيت جوينت، وده جاي من اسمه. لو بصيت على شكل المفصل هتلاقي ان جزء منه بيكون عامل زي الكوره والجزء الثاني بيكون مجوف، وبيتصلوا ببعض وبيكونوا حركه اكبر من باقي المفاصل، زي الشولدر جوينت او الهيب جوينت، مفصل الكتف ومفصل الحوض. وفي المحاضره اللي جايه هنشرح الحركات الاساسيه اللي بيعملها كل مفصل في جسمك.